عندما يتجاوز الناس النار يسقط فيها من يسقط من المنافقين والكافرين وإلى آخره، ويذهب إلى الجنة من أراد الله لهم السلامة. هناك سور يضرب بين النار والجنة، هذا السور ظاهره من قبله العذاب، يعني من جهة النار في عذاب، وباطنه فيه الرحمة، من جهة الجنة فيه الرحمة. ما هو اسم هذا السور؟ اسمه الأعراف. وعلى الأعراف أقوام رجال، طبعا رجال للعموم ولا هو حتى في نساء، هؤلاء حجبوا من دخول الجنة، فإذا نظروا إلى الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يتمنون يدخلونها، ومعهم نور لأنهم استضاءوا بالنور اللي عداهم الصراط، لكن ما يستطيعون يدخلون الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء النار، تلقاء أصحاب النار، قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، خايفين، فهم عايشين في رعب، عايشين في خوف، فيحجبون، يمكن يحجبون يوم، شهر، سنة. ما هي المشكلة؟ يعني لو حجبوا شهر مثلا فمعناه أنه كل يوم عن 1000 سنة، يعني الشهر يعني 30,000 سنة يمنعون من دخول الجنة وهم في حسرة. أتعلمون لماذا هؤلاء حجبوا؟ لأنها تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ماذا أريد أن أوصل لقلبك؟ نحن الآن في منتصف الشهر، وقد يكسر البعض منا ويقتصد في الطاعات التي ذهبت. لا، في الطاعات خلك بخيل، خلك طماع، خلك مبادر، خلك مسارع. شوف هؤلاء منعتهم حسنة، يعني يمكن تسبيحة أو استغفار أو ركعتين أو آية من القرآن أو صدقة، انتبه تفتر. أما بقي من رمضان خير مما مضى منه، انتبه تفتر. يجب أن تصبر لتغنم، الغنائم قدامك. أرجوكم يا إخوان لا تثبط الهمم، واصل العزيمة، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا.